ازيكم أصدقائي؟ شوارعنا في مصر ليها أسماء كتير قوي، وأكترنا ما يعرفش إيه سبب التسمية للشوارع دي. النهاردة هقول لكم على اسم شارعين من شوارعنا الشوارع الشهيرة، واللي إحنا ما نعرفش ليه اتسمت بالاسم ده. هنتكلم عن العجوزة كحي، وهنتكلم عن شارع نوال. الأسماء دي جت منين؟ النهاردة هقول لكم، يلا نبتدي الحكاية. العجوزة حي من أهم الأحياء الموجودة في مصر، حي راقي، ناس كتير بتعدي عليه كل يوم رايح جاي، وناس كمان ساكنة فيه لكن ما يعرفوش الاسم جه منين. الحقيقة حكاية اسم الشارع ترجع لأكتر من 100 سنة. كان في ست كبيرة في السن اسمها نازلي هانم، بنت سليمان باشا الفرنساوي، وده وقتها كان من مؤسسي الجيش المصري. وفي نفس الوقت الست نازلي هانم دي كانت مرات محمد شريف باشا رئيس وزراء مصر. التوقيت ده كان في آخر أيام الخديوي إسماعيل، وكان وقتها بيبني قصره في الزمالك، واللي غير شكل المنطقة كلها، فشق فرع جديد للنيل. وقتها الناس سموه الفرع الأعمى أو البحر الأعمى. وبيوت كتير اتهدمت، وأهالي كتيرة انتقلوا يعيشوا للضفة التانية، والحتة دي كانت لسه أرض فاضية اللي بعد كده اتعرفت بحي العجوزة. شريف باشا كان عنده أرض زراعية جنب النيل حوالي 30 فدان، وكانت قريبة من كوبري الجلاء، وكان نفسه يبني لنفسه مسجد هناك، لكنه مات سنة 1887 من قبل ما يحقق حلمه. ودي كانت أمنيته الوحيدة اللي نفسه يعملها قبل ما يقابل ربنا. مراته الست نازلة هانم قررت تنفذ وصيته، بالرغم إن هي كمان كان عندها 90 سنة، وكانت كل يوم بتنزل بنفسها لموقع البنا وتشرف على العمال وتتابع الشغل بنفسها. وكان الفلاحين هناك بيشوفوها ويقولوا الست العجوزة راحت، الست العجوزة جت، لغاية ما لزق الاسم في المسجد. وبعد انتهاء العمل في المسجد بقى اسمه مسجد العجوزة. وبعدها بمدة المنطقة كلها اتحول لاسمها لاسم العجوزة. وبعد سنين اتغير اسم المسجد اللي أصبح اسمه مسجد النيل، لكن الحي كله فضل لغاية وقتنا هذا باسم حي العجوزة. بعض الناس كانوا فاكرين إن اسم العجوزة جه من ست كانت بتبيع شاي هناك على كورنيش النيل قريب من المنطقة اللي بنتكلم عليها، وكانت ست عجوزة قوي في السن برضه، فكانوا فاكرين المنطقة اتسمت على اسمها. لكن الاسم الأرجح هو اسم الست نازلي هانم، واللي حكينا حكايتها دلوقتي. يلا بقى احكي لكم على عيلة صبري باشا، العيلة اللي كانت عيلة مش عادية ولا اسم عابر في التاريخ خالص. دي عيلة دخلت في قلب السياسة والقصور والسلطة في مصر. جدهم كان محمد شريف باشا صبري، واحد من أهم رجال الدولة في عهد الخديوي إسماعيل، ومسك كمان رئاسة الوزراء أكتر من مرة، وكان معروف عنه إنه راجل إدارة وصاحب قرار. ده اللي خلى اسم العيلة بقى له وزن واستكبارات الدولة والبشوات الموجودين في الوقت ده. ومع السنين العيلة كبرت ونفوسها زاد، ومنهم توفيق هانم بنت شريف باشا، ست متعلمة ومن طبقة أرستقراطية، عاشت حياة القصور والتقاليد الملكية، وخلفت بنتين هما نازلي ونوال. نازلي دي كانت بنت مش عادية، دي كبرت وتربت تربية أوروبية، اتعلمت لغات واتفتحت لها أبواب المجتمع الراقي، لغاية ما القدر لعب لعبته واتجوزت الملك فؤاد، وبقت ملكة مصر رسميا، وبقى اسمها الملكة نازلي، الملكة نازلي اللي كلكم عارفينها. وبقت كمان أم ولي العهد الملك فاروق، الملك فاروق اللي أصبح ملك مصر فيما بعد. يعني من بيت صبري خرجت ملكة مصر اللي اتجوزت ملك مصر، وبقت أصبحت كمان فيما بعد أم الملك. ده يعرفك قد إيه عيلة صبري عيلة كبيرة لها نفوذ واسع امتد للقصور وللحكم الملكي. أما البنت التانية أخت نازلي فهي نوال، اللي حكيت لكم حكاية إن هما بنتين نازلي ونوال. نوال بقى هي البنت الصغيرة أخت نازلي، ودي بقى حكايتها صعبة شوية، لأنها ماتت وهي طفلة صغيرة، والبيت كله كان متعلق بيها. وللأسف الصدمة كسرت قلب أبوها شريف باشا. الناس وقتها طول الوقت كانت بتحكي عنه، وبتقول إنه مش قادر أبدا يتجاوز فقد بنته الصغيرة، فعشان كده حب يخلد ذكراها، وبنى قصر كبير
سماه سرايا نوال، ومع الوقت القصر بقى علامة معروفة في المنطقة، والشارع اللي قدامه الناس بدأت تسميه بشارع نوال تيمنا بالقصر أو بالسرايا اللي بتحمل نفس الاسم. وفعلا الشارع اسمه ثبت رسميا بشارع نوال لغاية وقتنا هذا. عرفتوا بقى اسم شارع نوال منين؟ شارع نوال جه من الطفلة الصغيرة أخت نازلي زوجة الملك فؤاد وأم الملك فاروق. أظن دي معلومة أول مرة نسمعها. أنا أختكم همسة، ودي قناتي، من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا.